السلام عليكم، حياكم الله. كل ما ربطنا الحاضر والمستقبل بالماضي معناته أنه صار عندنا تباطؤ في لذة الحياة. يعني اللحظات الجميلة اللي كانت في الزمن الماضي نستحضرها الآن في الحاضر، معناته أن الوقت الراهن ما راح نتلذذ فيه إلا في المستقبل. في تباطؤ عجيب جدا بقدر الذكريات. يعني أنا مثلا ذكرياتي قبل 10 سنوات، معناته أن عندي تباطؤ بقدر 10 سنوات. المفروض أن كل واحد يعيش الوقت الراهن بأجمل ما فيه من لحظات، وأما الذكريات فلا بأس أن الواحد يعرج عليها، لكن لا تعيقه. لو صرنا نستحضر الماضي في كل أمور حياتنا عز الله ما نتقدم أبدا أبدا. لو إحنا رجعنا أصلا لذاك الزمان اللي نقول إنه جميل، لحصلنا أنفسنا في ذاك الزمان بؤساء لأننا استحضرنا الماضي اللي قبله. وهكذا عيشوا أيامكم بأجمل ما فيها من تفاصيل، وبأدق التفاصيل بعد، لحظة بلحظة. ممكن أستحضر الماضي في لحظات جميلة، إني أنا أقارن ما بين الماضي والحاضر والتغير اللي طرأ علي. إذا ما تغيرت معناته فيني خلل. يعني اللي أقصده من استحضار للماضي هو التغير من الأسوأ إلى الأحسن، سواء كان في أخلاقياتي أو في علمي. أما غيره فلا. كلمة يا ليت واستحضار الماضي ما بتنفعنا أبدا، بالعكس إحنا راح نتغنى فيها كما تغنى فيها الشاعر عندما قال: ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشيب، لكن هيهات هيهات.